السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده حابب اتكلم معاكم في موضوع مهم جدا وهو الكورتيزول. لو انت عندك دوخة او الضغط بيوطى باستمرار ويعلى فجأة او يوطى فجأة، ممكن يكون سببه الكورتيزول. الكورتيزول ده هرمون بيتفرز من الغدة الكظرية اللي فوق الكلى. الغدة الكظرية بتاخد الأوامر بتاعتها من الغدة النخامية، الغدة النخامية بتفرز هرمون بيحفز الغدة الكظرية عشان تفرز الكورتيزول. لو في مشاكل في الغدة النخامية بالتالي هيأثر على إنتاج وإفراز الكورتيزول. طيب لو حصل خلل والكورتيزول ده ما اتفرزش بصورة كويسة، هيبقى قليل في الدم وبالتالي هيوطي الضغط، هيعمل لك مشاكل، هتحس بضعف، خمول، العضلات بتاعتك هتحصل فيها مشاكل، دايما وزنك هيخس، ودوخة باستمرار. طيب لو العكس بقى وحصل ارتفاع في الكورتيزول، اول حاجة هتحس المية بتخزن في جسمك زيادة في الوزن، ضعف برضه في العضلات، وهتحس ان انت دايما عندك اكتئاب او توتر. كمان الضغط العالي هيرفع الضغط، وكمان مقاومة الانسولين هتزيد. فانت لازم تتابع مستويات الكورتيزول. الكورتيزول ده تحليل، والهرمون اللي بتفرزه الغده النخاميه برضه بيتعمل له تحليل. الغده النخاميه بتفرز هرمون اي سي تي اتش، اسمه اي سي تي اتش. هرمون الكورتيزول والاي سي تي اتش الاثنين بيتعملوا 9 صباحا و9 مساء، افضل وقت ليهم تتابعهم صباحا ومساء. الكورتيزول الناس اللي بتسهر كتير بيبقى عالي عندهم، بيسبب لهم توتر، اكتئاب، مزاجهم مش رايق دايما، وبيعلي الضغط، فيستحسن النوم بدري. دمتم سالمين.